مساء الخير. بصراحة صار جاينا أسئلة كتير يعني عن موضوع انقطاع الإنترنت. وصلني رسائل كتير: يا دكتور طمنا طمنا، ما عدنا نشوفك بعد أسبوع أو 10 أيام. المواقع كلها، السوشيال ميديا كلها عم تحذرنا من انقطاع الإنترنت قريبا جدا. هذا للأمانة بالفعل في إشاعات كتير كبيرة عن هذا الموضوع، على سبب الشائعات أنه هو في خبر انتشر عن تحذير لوكالة ناسا من عاصفة شمسية محتملة ستضرب كوكب الأرض. وبعد انتشار هذا التحذير تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع جدا أنباء عن انقطاع الإنترنت عن العالم بعد أسبوع من الآن، الشيء اللي أثار على ما يبدو قلق مئات الآلاف إن لم يكن الملايين حول العالم. للأمانة تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق عبر المراكز العالمية وعبر المراكز المختصة. مثلا الوكالة الأمريكية لإبحاث الفضاء أكدت بتصريح خاص فيها ردا على هذا الموضوع أنه ما يتم تداوله عن انقطاع خدمة الإنترنت حول العالم مجرد الشائعات لا أساس لها من الصحة. إذن هذا ما أكدته الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء. حتى وكالة ناسا تحديدا طالبت من جهتها عدم تصديق هذه الشائعات، حيث لا يوجد وفقا لتصريح لوكالة ناسا أي أدلة حتى هذه اللحظة تشير إلى أنه الإنترنت سيتعطل. الشيء فقط مثل ما قلت لك بداية الحلقة اللي قالت وكالة ناسا أنه في عاصفة شمسية حتضرب الأرض، ولكن ناسا نفسها أكدت أنه هذه العاصفة الشمسية صعب أن تأثر أو تعمل انقطاع بالإنترنت. شفنا من سنين كثيرة في عاصفة واحدة تسببت بانقطاع التيار الكهربائي، ولكن هذه العاصفة القادمة حسب ما رصدت ناسا لا يمكن أو من الصعب جدا أنها تتسبب بانقطاع الإنترنت حول العالم. يعني الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء وناسا طلبت منك عدم تصديق هذه الشائعات. طبعا الأخبار كانت عم بتقول تحديدا وتتداول تاريخ معين لانقطاع خدمة الإنترنت، وهو 11 أكتوبر، وهو 11 أكتوبر يعني 11/10. على فكرة هذه ما المرة الأولى اللي بيصير فيها كلام وأخبار وربما إشاعات عن انقطاع الإنترنت، بل سبق وطلع عنا عدة أخبار وإشاعات بهذا الموضوع واكتشفتوا أنه لا أساس لها من الصحة. إذن يا جماعة خبر انقطاع الإنترنت حول العالم منفي 100%. بتمنى ما عاد حدا يبعث لي ويسألني عن هذا الموضوع. كنت أنا معك أحمد الدرع، معد ومقدم برنامج شو صاير. ضلوا بخير.